السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد النهارده. يعني رحلتي في الاسكندرية طبعا ده نفس الفندق اللي انا نزلت فيه السنة اللي فاتت. برضو الفيديوهات بتاعته كنت منزلاها. آه رحت فيه تاني برضو ممتاز جدا وفي كل حاجة ممكن تحتاجيها. يعني احنا تقريبا بندخل الفندق ما بنخرجش بره، ما بنحتاجش اي حاجة من بره. سهرات، يعني مكان كويس، مكان نضيف، مكان آمن جدا. بس فحبيت برضه اوريكم كده، احنا كنا لسه ماشيين في الطريق. قضينا كام يوم حلوين جدا جدا، وهسيبكم بقى مع الفيديو. تتفرجوا على الغرفة اللي احنا كنا فيها بالفيو بتاع من البرندة، الفيو بتاعها. احنا كنا واخدين اول بلكونة، يعني بحيث ان احنا يبقى الولاد ينزلوا ويطلعوا يبقوا ايه، يعني قريب ليهم. يعني انا كنت حابة اتجنب بصراحة موضوع الاسانسير ده نهائي، عشان النور. بس يعني الحمد لله الفندق هناك فيه مولدات، حتى لو النور قطع الاسانسير شغال، مفيش اي مشكلة. فبقول لكم المكان آمن جدا جدا جدا. واللي يحب يعرف بقى المكان او كده يكتب لي في الكومنتات، اقول لكم كل حاجة عنه بصراحة. ومش مكلف خالص، يعني هو مش مكلف. وكفاية عندي بالنسبة لي امان للولاد، وان انا ابقى مطمنه عليهم، واحنا كنفسينا برضو مطمنين. هنا طبعا كنا جينا، اول ما جينا طبعا هم شافوا الحمام السباحه اتجننوا طبعا عايزين ينزلوا. فهنا كانوا نزلوا حمام السباحه وهو يعني بيخلص الساعه 6. هنا بقى كانوا طلعوا ناموا زي ما انتم شايفين كده وانا بقى ايه، عبال ما غيرت وبدات بقى اصور لكم الفيو بتاع المنظر جميل جدا. البحر قدامك، هو كل ده خاص بالفندق، ممنوع اي حد يدخل فيه. يعني امان جدا جدا، والامن في كل مكان، وحاجه ممتازه. اسيبكم بقى تتفرجوا على بقيه الفيديو، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوني انت على تشيكا. لا بصي لي انا، بصي لي انا، ما تبصش تحت لا تقع. كده هتقع، بص فوق. بص، ايوه بص فوق زي كده. حلوه. بص، حلوه. نعم. بص يلا يلا. ترفع.